حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد، والله صل وبارك على سيدنا محمد. صاحيين لسه الظهر جدا اهو، لسه صاحيين يعني صحيح والله من الساعه 10. كنت بقى نعمل ايه؟ كان عندي كيس لحمه كده صغير اهو، كان عندي بقى كيس لحمه كده صغير اهو من حبايبنا والله اللي كانوا مديهولنا ايام العيد وكده اهو. طلعته بقى دلوقتي وولعت بقى على حله فيها شويه ميه وورق لورا، وكنت ضاربه ايه بصوا خلطه كده على كنت بقى ايه ضاربه في الكبه كده جوز الطيب على فلق على قولوا معايا فلفل اللي هو اللي هو لوحده ده الحب ده اسمها ايه جوز الطيب وفلفل نسيت قلبي المواعين اهي بعد ما غسلتها. بس مواعين قد ايه؟ شوفوا مواعين قد ايه، والله مواعين قد ايه زي ما قلت لكم بقى يوم كام من امبارح، مش كام يوم يعني من امبارح والله العظيم اهي. ومليت بقى الكولمن وظبطت الدنيا عشان ما كل شويه تروح وتيجي وكهرباء وكده. واشوفكم فيديو جديد ويوم جديد، مع السلامه حبايب قلبي. فيديو جديد ويوم جديد، والله صل وبارك على سيدنا محمد. انا صاحي والله من الساعه 10 الصبح، بس دلوقتي لسه بالظهر جدا اهو. ولعت بقى على حله كده فيها ميه، حطيت فيها ايه بصلايه وورق لورا وخلطه كده ضربها على بعض ايه. كنت جايبه فلفل حصى من عند العطار وجوز الطيب وحبهان، ضربت بقى كله على بعضه كده بصوا جميل والله. وحطيت منه بقى في قلب اللحم في قلب الشرب. وكان عندي كيس لحمه كده صغير من حبايبنا اللي كنا حبايبنا يعني واصحابنا كانوا مدونا ايام العيد وكده اهو صغنن كده. طلعته بقى ايه بنشوف بقى هعمل عليه اطبخ عليه ايه النهارده. حبايبي بيشوفوا الشقه قلنا لسه بقى نروق الدنيا اهو. الباشا قاعد بيفطر ده لسه، كل واحد قاعد حاطط الطبق بتاعه جنبه. بقالي ساعه بقول لهم كلوا كلوا كلوا، بياكلوا بضرب الجزمه والله. روقت السرير بقى، لسه هروق السرير التاني وهوراكم في الاخر. حبايبي لسه جايبه دلوقتي حالا اهو الجلسه بتاعت الخلطه بتاع العيال. جبت وانا جاي كيلو رز غلا تاني. رز يا جماعه غلا تاني. اخر مره كنت جايباه والله ب 18 او 19 جنيه، جايباه ب 24 جنيه. الراجل ذات نفسه اصلا قال لي الرز ده هيغلى تاني، مش عارفه ليه بس ربنا يستر بقى. ب 24 جنيه والله العظيم. وجبت حزمه كزبره، شوف الحزمه قد ايه ب 2 جنيه، 2 جنيه والله. وجبت كيلو ليمون اهو نص ب 10 جنيه. وجبت كمان مخلل، جبت دول زيتون مخلل اهو. يبقى نفضيه بقى ونشوف. واخده العلبه عشان اجيب فيها سمنه، ملقتش سمنه سايبه. جبت ايه الكيس ب 25 جنيه بس. وجبت علبه مرق دجاج، وجبت ب5 جنيه فلفل اسمر. وخلاص على كده، وال100 جنيه اتفرتكت والحمد لله. خلاص بقى مفيش اي حاجه. جبت يا دوب الرز والسمنه والمخلل والليمون وان الله يحب المحسنين وخلاص على كده. ال100 جنيه خلصت والله، ما عادش منها غير تقريبا 10 جنيه. يلا هنعمل الاكل بقى ونشوف هنعمل ايه. وهنا بقى قطعت الخضره مع فص الثوم اهو بشوحها. انا كده كده ايه عندي يعني خضره ايه في التلاجة ايه مجهزه يعني. فانا بقى بس بعمل حزمه كده عشان تدي ريحه بس، تبقى طازه بس مش اكتر. كده كده ايه عندي في التلاجة يعني متفرزه وكده. وبقيت اهو حطيت الخضره، قطعت نص الخضره كده وقمت حاطاها في الكبه في الخلاط مع شويه شوربه ومرق الدجاج، وهضربها بقى واعملها دلوقتي. وهنا بقى يا حبايبي هي البتاع اللي انا كنت ضربها في الخلاط، وزودت عليها دلوقتي ايه حته فصين توم بشويه ملح وفلفل، وحطيتهم بقى عليها اهي مولعه عليهم اهو. وهنا بقى خلاص الخضره خلاص اتعملت اهي اهي، مستنيه بس شويه كده. اختي كانت ناقصه هو دقها. وهنا اللحمه بقى زودتها تاني ميه عشان لسه ما كانتش استوت. وهعمل بقى شويه رز على ما اللحمه تستوي خلاص على كده. حطيت بقى القص اهو في قلب الشوربه، وعصرت عصره ليمون عشان بس المزلقه وكده اهو. ودقيت الدقه اهي. هنا بقى يا حبايبي الوصفه خلاص اتعمل اهو بصوا اهو زي العسل اهو. وكمان الرز